عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا انا طالعة النهارده انا زعلانة قوي من حاجات كتير، وهقول لكم الفيديو ده احنا هنقعد نتكلم فيه، بس في حاجة مضايقاني قوي قوي، فطالعة اقولها لحبايبي كده عشان يقفوا جنبي ويتابعوا الفيديو للاخر كده ويقولوا رأيهم ايه. طبعا احنا النهارده تحت شجرة ايه؟ ليمون ديت اول حاجة، بس نقول ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على حبيبكم المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بس نشوف بقى مع بعض. هتوريهم المنظر الجميل الاول، بصوا بتبدأي بالزعل. قبل ما ابدا بالزعل، بصوا منظر الجنينة. انا جبت انت بنتي قولي لهم انت فين الاول. انا في الغيط. بصوا انا في الغيط بتاعنا. بس الغيط بتاعنا اهو، بصوا استنوا بقى اهي، شايفين؟ ادي هي ما شاء الله. ليمونتين اهم لاينين. ليمونتين. انا ما بجيبش الليمون، احنا الغيط بتاعنا دوت، دي الجنينه بتاعتنا اللي هي بتاعت عمارتنا اللي احنا واقفين تحتها. بصوا المنظر عامل ازاي، بصوا جمالها عامل ازاي. لو انتوا عايزيننا نصور فيها دايما فيديوهات اكتبوا لنا في الكومنتات. تمام. بصوا هي منظرها جميل طبعا والقعده فيها جميله، بس انا ما كنتش بنزل بقالي كتير فيها، يعني هي مره نزلتها وبعد كده خلاص. يعني احنا جيراننا وكلنا بننزل فيها. حاجه كويسه جدا، ولسه زارعين فيها بقى دوم وزارعين فيها جوافه. يلا بقى بينا نقعد نقول ايه الكلام اللي انا عايزه اقوله لكم. يلا بقى حبايبي. النهارده انا عايزه اقول لكم حاجه. طبعا انا من اول ما فتحت القناه الثانيه كانت كبيره قوي وجميله قوي وكانت شغاله. انا كانت شغاله ليه؟ انا كانت اصلا ديت مدخل رزقي، كنت تعبانه فيها. جه بقى ما اعرفش ايه اللي حصل فيها، وقفت كلها خالص. بس ما يقفش من عند ربنا، حتى انا ركناها شويه لغايه ما ايه ما نعدل فيها ان شاء الله. طبعا انا النهارده طالعه احكي معاكم. احنا اول ما فتحت القناه ديت كنت باخد فيها لايكات وكنت باخد فيها مشاهدات جميله. يعني هنقول ايه، مثلا بنعدي 400 ل 500، بعد كده ابتدت تبقى 700. ناس وقفت جنبي فيها يعملوا لي معايا تحديات وكده، عيلت يعني زي احلى اكله مع ابو محمد، الراجل كتر خيره برده عمل معايا تحدي. احلى اكله مع دعاء، الناس عملوا معايا، ناس شاكرين جدا كلهم. مخبوزات شيماء برده عملت معايا. طبعا قلت هتكبر بيكم ومعاكم. وناس تاني وقفوا معانا على فكره برده قنوات، يعني برده قنوات يعني بيت العيله مع ام اسامه. بيت العيله مع ام اسامه. عايزه اقول لكم ست جميله جدا، وكل شويه كانت ترفع لي صراحه كان الناس يقفوا معانا. عندك طبعا قناه ميرفت سعيد وشيف سمو الشيخه، من الناس برده اللي وقفوا معانا والله. ايوه وكنا فرحانين، يعني ماما كانت ماما فرحانه بيها قوي على فكره. كنت فرحانه بالقناه ديت ليه؟ لان القناه ديت اصلا كانت بقت ايه، قلت بقى حلو ربنا هيعوضني بيها خير. هاتيهم مبدئيا. قلت القناه ربنا هيعوضني بيها ايه خير، وكانت حلوه وكانت شغاله، وقلت بقى هتترفع بيكم ان شاء الله. بس لقيتها قعدت فتره بتجيب 200، قلت مش مشكله. بعد كده لقيت اللايكات قلت. يا جماعه انا عايزه اقول لكم، يعني اللايكات ليه بتشيلوها او ليه محدش بيحطها؟ يا انتوا يا قنوات صغيره برده، ما انتوا هتعلوا معانا، هنعلى كلنا لو حطينا اللايكات. فالنهارده لقيت بقالي 3 ايام الاقيها 60 مشاهده 40 مشاهده. طبعا دي حاجه تحزني، لان ديت اكل عيشي. مش هقول لكم لا بقى مش اكل والله عيشي. محبطه جامد، محبطه والسكر عندها تعبه. طبعا القنوات الكبيره نفسها لما بتلاقي نفسها قلت شويه بتطلع تقول اللايكات يا جماعه، وان احنا محبطين وان احنا عاملين. انا بقى كنت امل انها تطلع، يعني كنت امل انها تطلع. عايزه اقول لكم انا محبطه جامد. حتى قلت لاختي يعني ميرفت سعيد امبارح بتسال عليها، قلت لها انا تعبانه جامد نفسيا ان القناه ما تجيبش بالمنظر دوت. طبعا دوت شيء يعني ايه مؤسف ومحزن. يعني لقيت ناس وقفت جنبي كتير. بيت العيله مع ام اسامه اقول لكم رفعت لي كتير على المنتدى، كانت ترخيه وكانت شغاله. والله والله انما هتيجي بقالها 3 ايام ولا 4 ايام. انا قلت ايه شايفاها كده هو، قلت ماشي مره عشان نزلت حاجه مثلا مش يعني ايه، مش انا اللي حامله المحتوى او المحتوى ده، لا احنا نزلنا مثلا صور على الصور بتاعتها وشيماء اتكلمت عليها. ليه بقى؟ لان المحل رافض ان هو احنا نصور، فانا كنت حابه، فاحنا كنا حابين ان احنا نفيدكم بالمكان، لانه فعلا بجد رخيص جدا. ايوه. بعد كده هو لقيت امبارح منزله حاجه الاقي ما جابتش الا 33 لايك ومفيش مشاهدات. يعني ديت احنا قلنا انتوا هتعوضونا بالصغيره، هتعوضونا الكبيره اللي باظت مننا. على فكره احنا بنعافر بيها، والله بنعافر فيها جامد. وعايزه اقول لكم ديت يعني ديت مصدر اكل عيشي. عايزه اقول لكم ديت مصدر اكل عيشي. فطبعا انا زعلانه كتير من اللي بيحصل. عايزينكم تقفوا جنبنا بس، والله اللايك بس تحطوه لنا. وكل واحد عامل قناه محتاجها. بس عايزه اقول لاصحاب القنوات الصغيره بتجروا للقنوات الكبيره قوي، معلش مش القنوات مثلا اللي بتجيب 10 وبتاع، القنوات اللي بتجيب مليون والبتاع، تحطوا اللايك وتعلقوا. بتبقوا مش عارفه يعني، ما انتم المفروض مع بعض بتكبروا بعض وتقعدوا مع بعض وتعينوا بعض. يعني احنا لو حطينا اللايك بصدق كده اهوت كلنا هنكبر مع بعض. فعايزه اقول لكم يعني انا مش عارفه، انا طالعه زعلانه جدا. انا حتى قلت لها شيل الفيديو انه يجيب 60. يعني انا كان في اول دقايقه كانت بيجيب لي مثلا 100،
ال100 وبعد كده بيترفع، ممكن يجيب 200 ممكن يجيب 300. بالنسبه لماما يعني 300 في اليوم كانت بتقول الحمد لله بنصرف بكره يترفع. بكره يترفع، وكان بيجيب لي 500 و600 بعد كده كنت بحمد ربنا عليه لغايه ما يترفع. يعني بجاهد فيها عشان خاطر عيالي، عشان وفي واحده على فكره من ضمن الكومنتات كانت بتقول لها انت طالما انت بتجيب لي القناه 600 و700 كانت بتقول لي انت بتعملي، انا عايزه اقول لك سؤال بس يا ليلى، معلش هسالك سؤال، انت بتعملي فيديوهات ومحدش بيشوفها، انت بتعمليها ليه؟ انت محدش بيحط لك كومنتات، ايه لازمتها؟ وانا عارفه هي من قناه يعني، بس هي داخله لي بحساب، فما علقتش حتى ما مسحتهوش، هتلاقوه في ايه؟ ممكن ابقى اعمل لكم تعليق مثبت وسبته بقاله اكتر من شهر. بس ان انا اجيب 30 لايك، هو في حد ده لما كنت مبتدئاها ما كنتش بجيب ال 30 لايك. فعايزه اقول لكم يعني دي اكل عيشي، وانا طالعه فعلا متضايقه قوي 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 عليها ومحبطه جدا. احنا ماليش نفسي اعمل. قول لهم عايزه تطلبي منهم ايه؟ تطلبي منهم ايه؟ ان انتوا اللايكات يتوقفوا معانا بس، والله بالله عليكم، لان دي مصدر اكل والله مش هيخسركم حاجه اللايك، يعني بالله عليكم اقفوا يعني معانا بس شويه. والله ربنا يعلم عشان نعمل الفيديو بنعمل ايه، والله والله. ولو نسيت حاجه بسيطه بنزل تاني، اضطر انزل تاني عشان اجيبها، وممكن يتعاد الفيديو تاني. والله العظيم على فكره كل اللي فيه ويتعاد تاني، ويعني فرحونا وفرحوا قلبنا بس. فانا اقول لكم انا سايبه لكم بقى انتوا الحكم، انتوا ليكم ان كانت القناه بقى يعني تهمكم او انا اهمكم، فهشوف بقى ايه رد. اعملوها صدقه يعني، اعملوها صدقه كده بس اقول لكم ايه، السلام عليكم.